السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر ان انا هتكلم في الحدوتة دي، لكن انا مش عايز اتعب نفسيا لوحدي. حد عنده تفسير منطقي ان ليه برنامج بيقدمه المذيعة فلانة وتستضيف البلوجر علانة بعد انتشار فيديو ليها غير اخلاقي الدنيا كلها شافته وحقق اعلى نسبة مشاهدة في فترة من الفترات، عشان تطلع تكلمنا ان حياتها بقت احلى بكتير بعد الفضيحة، وان الموضوع عدى على خير ورجعت احسن من الاول، وان عدد اللي عايزين يتجوزوها بقى اكبر بكتير بعد انتشار الفيديو، وكأنها كده اخدت شهادة الايزو بعد الفضيحة. وخليني اقول لك احنا في مصيبة، مفاهيم واخلاق وطباع المجتمع بتتغير بشكل مرعب، وبيتزرع للاجيال سموم غير اخلاقية من شوية ناس معاهم فلوس لكن ما نقدرش نقول عليهم بني ادمين. للأسف أنا كوزير التفاؤل اتكلمت عن البلوجر دي ودافعت عنها بعد انتشار الفيديو، ووجهت رسالة من مكاني هنا محدش يساعد في انتشار الفيديو، وإن ليه بعد ما ربنا ستر عليها إحنا نكون سبب في انتشار الفضيحة. لكن المؤسف في الموضوع قناة إعلامية تستضيف بلوجر مفضوحة زي دي على يد مذيعة زي دي. والحقيقة اللي حصل ده ملوش غير معنى واحد، إن إحنا بالفعل وصلنا لما تحت قاع البجاحة. ومن المفترض ان واحدة بعد ما تصور لها الفيديو ده وانتشر بالطريقة دي فكان المفروض ما نشوفش وشها غير في الآخرة، لكن ازاي طالعه لنا علني على قناة إعلامية مشهورة على يد مذيعة مشهورة، وحاطه لنا رجل على رجل وعمالة تحكي وتتحاكى عن أمجادها وإنجازاتها في المجتمع. ده غير كمان ان واحد لسه بيرضع طالع يطلب ايديه على الهوا ومقتنع تماما ان هو راجل وعنده نخوة، وزعلان من الهجوم اللي حاصل عليه من تنمر وغيره، وبيتقال عليه انه مش راجل. لكن في حقيقة الامر العيب مش عليها ولا العيب عليه، العيب في الاعلام المصري بتاعنا. الاعلام المصري بتاعنا اللي بيدعم الاشكال دي لهدم المجتمع وتصدير للناس مفاهيم وافكار من اغرب ما يمكن. دمتم في رعاية الله وامنه. سلام.